السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معاكم الأكلات مع نونا. النهاردة بإذن الله هوريكم الجمال بتاع الكيكة بتاعتنا ومين اللي عملها. طبعا الجمال ده كله بنتي اللي عملت ده مش أنا. فقالت يا ماما ممكن أعمل أنا النهاردة الكيكة بتاعتي وأصورها. قلت لها خلاص ماشي يا حبيبتي، صوري الكيكة واعمليها وعندك المطبخ واعملي اللي انت عايزاه. طبعا عايزين تعرفوا الجمال والحلاوة واللذاذة دي ازاي اتعملت. تابعوا الفيديو مع بنتي. هسيبكم دلوقتي مع داليا، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم داليا. طبعا انا النهاردة حبيت ان انا اعمل كيكة، فلو عايزين تشوفوا انا عملتها ازاي تابعوا الفيديو معايا. تعالوا نشوف مقادير الكيكة بتاعتنا للنهاردة. طيب، اول حاجة معانا هنا كوباية سكر، كوباية حليب، كوباية زيت، معلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار نسكافيه جولد، ونص معلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعانا 3 بيضات، ومعانا كوباية ونص دقيق. عشان الكيكة تطلع مظبوطة لازم نعاير بنفس الكوباية، يعني مثلا هنا كوباية السكر هي نفسها اللي معايرة بيها الدقيق والزيت طيب، اول خطوة معانا هنبدأ نحط كوباية السكر على كوباية الحليب، وعليهم كوباية الزيت. تمام، وهنبدأ نحط الكاكاو بتاعنا والنسكافيه. هنخلط المكونات. Thousand years later. الخليط وصل للقوام اللي احنا عايزينه، قوام زي صوص خفيف كده. تمام، هنبدأ ناخد منه كوباية، طبعا بنفس المعيار اللي احنا خدنا بيه. انا هنا خدت كوباية من الخليط اللي احنا عملناه ده، هحطه في التلاجة وارجع لكم تاني. طيب، هنبدأ نحط البيض بتاعنا. تمام، 3 بيضات. وبعد كده هننزل بالفانيليا بتاعتنا والبيكنج باودر. تمام، وهنبدأ ان احنا نخلطه. ودلوقتي واحنا بنخلط هنبدأ نحط دقيق شوية شوية، نحط ونخلط، وبعدين هنرجع نحط تاني واحنا بنخلط. كده يكون خليط الكيك بتاعنا جاهز. هروح اجيب صينيه وبطنها بزيت ودقيق او كاكاو ودقيق، زي ما انتم ما تحبوا طبعا. كده كده هنحط فوق الكيكه صوص الشوكليت الخفيف اللي احنا حطيناه في التلاجة. بس هروح اجيب الصينيه وارجع لكم. طيب، هنا انا بطنت الصينيه بدقيق وزيت. هبدأ هنا ان انا اوزع الخليط بتاعي في الصينيه. انا هنا حطيت الخليط بتاعي في الصينيه، وكنت مسخنه قبلها الفرن على درجه 180 فوق الشمعه اللي فوق واللي تحت. وهنسيبها تلت ساعه في الفرن. هحطها في الفرن واسيبها تلت ساعه، بس قبل ما تدخلوها ادوها خبطتين كده عشان تاكدوا ان الهواء اللي جواها خرج. وبس كده، هرجع لكم لما تطلع من الفرن. دلوقتي دي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. طبعا نقدر نعرف هي استوت ولا لا عن طريق ان احنا نجيب خله زي دي ونحطها كده
طبعا زي ما انتوا شايفين تطلع فاضية خالص ما فيهاش اي حاجة، فده معناه ان الكيكة بتاعتنا استوت من كل حتة. دلوقتي هنقلبها وهنرجع تاني علشان نحط عليها الصوص من فوق. طبعا علشان نطلعها من الصينية محتاجين، هي طبعا اصلا فكة من الجناب عادي لان احنا اصلا مبطنينها، بس عشان نتأكد برضو هنبدأ نفكها كده من الجناب عشان واحنا بنقلبها ما تلزقش مننا. هي فكة خالص على فكرة. طبعا انا قبل ما اقلبها سبتها تهدى شوية وبعد كده فصلت الجناب بتاعتها، ودلوقتي هبدأ ان انا اقلبها معاكم. طبعا انا سبتها تهدى 5 دقايق. دي الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن وقلبناها في طبق. بصوا طرية ازاي، بجد بجد طرية جدا وشكلها يعني حلو بجد غير عن الكاميرا. هبدأ بقى، انا طلعت طبعا الصوص بتاعي من التلاجة، هبدأ احط الصوص فوقيها كده اهو بالمنظر ده. هنستنى عليها شوية تشرب الصوص ونرجع. دلوقتي انا حطيت عليه، بعد ما حطيت عليها الصوص استنيت عليها شوية الصوص يتشرب، ودلوقتي هزينها بعين الجمل. طيب ماما دخلت عليا وانا برص ما شاء الله ما الجوز شاء الله. اللي هو عين الجمل. الله الله جميلة جدا، بس عارفة ناقصها ايه؟ ناقصها ايه؟ ناقصها البندق. ماشي خدي انت بقى نص نزينها. البندق اهو. دلوقتي انا بحط البندق كده يديها شكل. وبكده نكون زينا الكيكه بتاعتنا بالبندق وعين الجمل. ماما انا كده خلاص حطيت البندق ما شاء كده. الله، لا كده شكلها جميل جدا وشكلها لذيذ وديليشس. ماشي يعني. ودلوقتي هنقطع الكيكه بتاعتنا الجميله علشان نشوف طعمها وكده. يلا خلوكم معانا. شايفين اللذاذة، شايفين الشكل واللذاذة، شايفين اللذاذة، شايفين الكيكة عاملة ازاي. يلا تعالوا ندوقها مع بعض. يلا ندوقها مع بعض. بجد بجد طعمها تحفة، طعمها جدا تحفة. وبس كده، ده كان الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.